السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده من ربع كيلو فول عملنا منه طبق الطعمية. ده طعمية جميلة جدا وعبينا منه 3 اكياس. ده ربع كيلو فول، دول هنفرزهم عشان رمضان وهنكمل عليهم ان شاء الله. يلا نشوف بقى هنعمل الطعمية الجميلة بتاعتنا دي ازاي. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الطعمية. معانا ربع كيلو من الفول المدشوش زي ما انتوا شايفين كده. لما بتيجي تشتريه بتقول له عايزه نص كيلو او ربع كيلو فول مدشوش او فول طعميه، بيدولك زي ما انت شايفه كده. ومعانا حزمه كرات لان الطعميه بتحب الكرات. ومعانا بقدونس وكزبره وشويه شبت وبصلايه صغيره شويه توم، وهنفرمها في الخلاط. وعشان هنفرمها في الخلاط لازم يكون معانا ميه، والميه هنستعملها اول مره بس. تاني مره هنحط نفس الميه اللي هنصفيها، وتالت مره الميه اللي هنصفيها على قد ما هنعمل يعني. يلا نغسل الفول ونبله. اهو غسلنا الفول كويس جدا وانا زي ما انتم شايفينه في الميه كده. وطبعا الربع كيلو ده اما بيتنقع بنسيبه يوم كامل يتنقع، وبعد ما بيتنقع الكميه بتتضاعف. يعني الحبه دول الربع كيلو دول بيتضاعف، بيبقى ايه الفول شكله كتير. طبعا هنسيبه بقى ايه في الميه كده لمده يوم، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وده شكل الفول بتاعنا بعد ما اتنقع يوم كامل. شوفوا ما شاء الله ربع كيلو زاد قد ايه. وده الخضار بتاعنا برده هنجيب قطعه كده ونشوف هنعمل فيه ايه. يلا نقطع الخضار بتاعنا. طبعا الربع كيلو مش هنحط الربطه كلها، هناخد شويه كده على قد ايه الربع كيلو. بسم الله. نقطعه كده عشان ايه يمشي في الخلاط. شويه كرات، شويه شبت على بقدونس على كزبره. خلاص قطعنا الخضار بتاعنا كفايه دول على الربع كيلو. نجيب بقى شويه ميه في الخلاط كده. هننزل فيهم في الخضار بتاعنا عشان نضربه. يبقى زي ما احنا شايفين كده كميه الفول تضاعفت. الربع كيلو زاد جدا اهوت بعد ما اتنقع لمده يوم طبعا. وهنضرب بقى الايه الخضار بتاعنا ده في الخلاط. بسم الله. الخضار بتاعنا انضرب اهو. ننزل عليه بقى بالثوم والبصلايه بتاعتنا. الخلطه بتاعتنا ضربناها في الخلاط دي ونحط عليها ايه الفول. بسم الله. طريقه سهله وجميله جدا تديكي احلى طعميه. يلا نصفي بقى العجينه بتاعتنا. شايفين ما شاء الله الله اكبر جميله جدا. واسهل طريقه الخلاط. هنحطها في الخلاط تاني ونحط عليها الفول. بقت جميله جدا اهي. حطها عليها برضو عشان تفتحها. ما شاء الله الله اكبر. هي اول مره بس كانت خضره عشان خاطر ايه الخضار كله كان عليه، لكن كل مره هتبقى فاتحه معانا وهتبقى احلى من بتاعه بره كمان والله ان شاء الله. نحط الميه تاني ونسيبها برضو الصفه. بص نزلت ميه قد ايه. الميه دي طبعا مش هنرميها، هنشيلها في الفريزر نعمل بيها مره تانية. بدل ما نحط ميه لا هنحط الخلطه دي. يبقى الميه دي هنشيلها في الفريزر علشان نعمل بيها طعميه مره تانية بدل ما نحط ميه. الخطوه بقى اللي هتبقى بعد الخلاط على طول هنستعمل المضرب علشان تبقى العجينه معانا هشه وزي الكريمه كده وزي اللي بنجيبها من بره بالظبط. يعني كل الناس اللي بتعمل الطعميه في البيت تقولك لا ده بتاعت بره احسن من البيت. لا احنا نعملها زي بتاعت بره واحلى كمان بالخطوه اللي احنا هنعملها دي. انا على طول بضرب الكريم شانتيه بيطلع هش وجميل جدا، فقلت ليه ما اعملش عجينه الطعميه كده. فهنجرب بقى عجينه الطعميه مع بعض ايه بالمضرب بتاع البيت ده. بسم الله. شايفين هنضرب كمان لحد ما تبقى ايه هشه اكتر من كده. بس كده تمام. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقت هشه وجميله جدا. هنشيلها بقى ترتاح نص ساعه في التلاجة قبل القلي.
ودي العجينه بتاعتنا بعد ما حطيناها في الثلاجه لمده ربع ساعه. ما شاء الله. هنقلي معاكم شويه طعميه والباقي هنفرزه في الفريزر. هنحط على العجينه بتاعتنا دي بقى بيكنج باودر يعني عشان يخليها هشه وحلوه، حوالي ربع معلقه. وننزل عليه بقى بالتوابل اللي هي الكمون، احنا قلنا التوابل ساعه القليه بس. ونحط شطه وكزبره ناشفه ونقلبها بقى كده مع بعض. السمسم الزيت يقدح ننزل فيه بالطعميه على طول. طبعا هنحطنا شويه ملح، نص معلقه ملح على العجينه كلها، يعني العجينه مش محتاجه ملح، هي ساعه القليه بس بنحط التوابل وشعره البيكنج باودر على طرف المعلقه كده. يلا بينا. ما شاء الله. نحط السمسم ننزل بقى بالطعميه بسم الله. نعمل كمان واحده اللي هي من غير بيض يعني، وبعدين ننزل عليها بقى بالبيض. نجرب ده ونجرب ده. نجيب بقى بيضه، عملنا من غير بيض نعمل بقى اللي بالبيض. ننزل ببيضه كده على العجينه، نحط عليها فلفل اسود عشان الزفاره. شوفوا احنا عملنا من ربع كيلو قد ايه عجينه، وشوفوا هنعمل طعميه قد ايه وهيفيد قد ايه. هنفرزه طعميايه قد الحته دي بالظبط، تتباع والله في المطعم بجنيه. قد دي بالظبط. هاتي انت ربع كيلو فول، بلاش يا ست نص، هاتي ربع كيلو زي ما انا عملت كده، وما يخلص نجيب ربع غيره. نجرب بقى ايه واحده كده اللي معموله بالبيض. دي الطعميه بتاعتنا بعد ما اتقلت. يلا بقى نعبي اللي فاضل في الاكياس ونفرزه. ما شاء الله. شوفوا بقى ربع كيلو يا جماعه عمل ايه. انا جايبه نص الكيس كده، والله جايباه من المطعم ب10 جنيه. فانا قررت بقى ان انا ما اشتريش تاني، اجيب الربع كيلو طعميه واعمل منه زي ما انتم شايفين كده. نحط بس الهواء اللي فيه ونتنيه كده اهو كده عشان ما ياخدش مكان في الفريزر. هنشوف هيعبي معانا كام كيس العجينه دي. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا 3 اكياس من العجينه. الكيس طبعا زياده عن 10 جنيه لو اشتريتيه من المطعم كده. تمام. ودي الطعميه بتاعتنا بعد ما اتقلت. ما شاء الله جميله جدا. دي اللي من غير بيض، مقرمشه وتحفه. شوفوا عامله ازاي من جوه، روعه. ودي اللي بالبيض. شايفين؟ سامعين القرمشه؟ سامعين؟ شايفين؟ ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يلا يا بنات بقى جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، لان ان شاء الله ده دعمكم للقناه. الاشتراك واللايك ده دعم القناه. اشوفكم على خير. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.